نهار 22 مايو 2005 عاشوا جماهير الأحمر والأصفر نهائي تاريخي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. نهائي تلعب في ملعب رادس واللي كان يتسمى وقتها ملعب 7 نوفمبر. حضور جماهيري كبير برشا. الترجي دخل مرشح كالعادة بعد ما جاء من نصف نهائي ديربي ربح فيه الافريقي 4-0. جرجيس ترشحت على حساب الأولمبي البيجي بنتيجة 1-0. نهائي الحلم بالنسبة للعكارة، أول نهائي في تاريخ النادي. في الدقيقة 65 محمد علي الغرياني يفتتح النتيجة لترجي جرجيس، وبعدها في الدقيقة 90 محمد بوزوميتا قتل الماتش، هدف عالمي يهدي أول كأس تونس في تاريخ ترجي جرجيس، والحلم ولا حقيقة. نهار لحد 31 ماي 2026، يعني بعد 21 سنة التاريخ يعاود يجمع الزوز فرق في نهائي جديد. حسب رأيكم باش يكون إنجاز جديد للعكارة ويجيب الكأس الثانية في تاريخ النادي، ولا تكون الكأس 17 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي؟